السلام عليكم الاخوان. ها هو الروكار اللي طاحت فيه البنت، كان جايبها باها بليتيد، كانوا قاطعين هذا الواد وراه طاحوا في الروكار هنايا. راه هو سلكوه الدراري ديال الحومه في صحيح مسكينه داها الروكار. وشوفوا الواد هنا كي دايره. شوف هذه الحاله اللي كاينه في حي جابر. هو الطريق اللي داروا جديده، شوف الماء كي داير، يعني داروا الطريق ولكن ما داروش الحل. هذا الماء خصو الحل. دابا الساكنه كتعاني هنا. هي بنت مسكينه صغيره كتجايه بليتيد، ها هو مشات الله يرحمها، ما عرفين راها كاع واش. ودابا المشكله خص شي راه جاو، ها هو جات لومبيلونس وشي لواط ما عرفتش شكون اللي فيهم، ولكن خص شي تراكس ولا هذا الماء باش ما يبقاش يمشي في الروكار، باش داك الماء ما يزيدش يدفع البنت تمشي. ما عرفين راه مسكينه. دابا ها هو الروكار هنايا والماء ها هو ما كاينش شي وسيله، واقفين يتفرجوا، ما كاينش شي حل. ها انت ما كيديروا حتى شي حاجه، يعني كلشي كيتفرج. والله يرحمها مسكينه، والله يصبر والديها. هادشي اللي غادي نقول. المره ما كان حتى شي مادام ما كاينش شي وسيله، يعني الناس كتفرج وصافي. ها هما الناس ديال الوقايه واقفين كيتفرجوا، شنو غادي يديروا مانيش عارف. راهم جاو واقفين، يعني حنا كنا واقفين. الا غادي غير توقف علاش؟ راه خص شي حل. يجيبوا الطراكسات، هذا الماء باش ما يبقاش يمشي تما، يريضوا يردوا بواحد الجهه اخرى، يبلعوا على الماء، ما يبقاش يمشي في الواد الحار. لا حد يلقاو داك المسكين بعدا يجبدوا الجثه ديالها.